نيجي بقى للسؤال الثاني، ليه المسيح له المجد اختار الصليب عشان يموت؟ هو المسيح جه للعالم كي يموت من أجلنا عشان يفدينا. كان ممكن يموت أي موتة تانية، ما يختار له أي موتة وخلاص. مش أنت عايز تموت وجاي علشان تموت من أجلنا، خلاص نموتك أي موتة بقى. رصاصة طايشة كده تيجي فيه تموته، يموتوه بحد السيف، يشنقوه بحبل، أي حاجة. لكن لازم الصليب والعار والفضيحة دي كلها وانت متعلق على الصليب؟ أيوة كان لازم الصليب. هقول لكم تقريبا يمكن 10 أسباب وبسرعة كده خلت المسيح يختار موتة الصليب. بس قبل ما يختارها على فكرة هو كان عارفها. قبل ما يختارها هو كان عارفها وكان محددها، لدرجة ان السيد المسيح له المجد لما كان عنده 40 يوم دخلت بيه امه علشان تقدم عنه التطهير، فقابلها مين؟ سمعان الشيخ في الهيكل. فاكرين المقابله دي؟ فسمعان الشيخ شال الطفل وقال للعذراء مريم ايه؟ انت ايضا سيجوز في نفسك سيف وتعلن افكار من قلوب كثيره. وبعدين بص على الصبي وقال لها ها ان ذا الطفل ده وضع لسقوط وقيام كثيرين. يعني في ناس هتآمن بيه وناس مش هتآمن بيه. ده وضع لسقوط وقيام كثيرين. وإيه كمان؟ مين يكمل؟ ها إن ذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. ها وإيه كمان؟ ولعلامة تقاوم. ولعلامة تقاوم اللي هي علامة الايه؟ الصليب. ده سمعان الشيخ ولما المسيح كان عنده لسه 40 يوم بيتكلم عن علامة، والعلامة دي هتقاوم من الدنيا كلها اللي هي علامة الصليب. فربنا كان مرتب ان هو يموت على الصليب. اشمعنى الصليب؟ رقم 1، المسيح اختار الصليب لان فيه سفك دم، ودمه بينزف من على الصليب، إما من الإكليل الشوك دمه نزل، إما من الطعنة اللي في جنبه دمه نزل، إما من المسامير اللي في إيديه ورجليه دمه نزل. فالدم نزل، سفك دم المسيح. طب ليه يا رب لازم سفك دم؟ ما تموت مثلا مخنوق بحبل كده ويخنقوك ويعلقوك وخلاص. يقول لك لا، لازم سفك دم، لأن مكتوب في العهد القديم بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى احنا عايزين موتة فيها سفك دم، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. عشان كده اختار المسيح الصليب لأن فيه سفك دم. نمرة 2، لأن موتة الصليب فيها انتصار. هو مات بس مات منتصر على الشيطان، مات منتصر. فعايزين موتة فيها انتصار. لو مثلا حطوه كده وضربوا رقبته بالسيف، لما الإنسان زي الشهداء كده يقطع رقبته في السيف، جسده بيعمل ايه؟ جسده بيترمي على الأرض كده. طب الموتة دي كده فيها انتصار؟ لا. إنما لما يكون واقف منتصب على الصليب بيموت بس عامل شكل الايه؟ شكل الانتصار، منتصب، ميت وهو منتصب. اصله هو ميت وهو منتصر على الشيطان. بموت المسيح انتصر على الشيطان، ففيها انتصار الموتة دي. لدرجة ان في لفظ كده جه في سفر الرؤيا اللي ياخد باله منه مش مفهوم. يوحنا الرائي في سفر الرؤيا يقول لك رأيته في العرش، عرش الله، خروف قائم كأنه مذبوح. ايه هو يا عم اللي بتقوله ده؟ خروف قائم كأنه مذبوح. طب هو قائم ولا مذبوح؟ اصلا نعرف ان الخروف المذبوح بيعمل ايه؟ بيقع. بس ده بيقول خروف قائم واقف. يعني ازاي واقف ومذبوح؟ المسيح على الصليب كان واقف وكان مذبوح. خروف قائم كأنه مذبوح، اصله منتصر. فموتة الصليب فيها انتصار على الشيطان. كمان موتة الصليب المسيح له المجد هو الكاهن وهو الذبيحة في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني انا ككاهن ايام زمان بقى لما كانوا بيقدموا الذبيحة الحيوانية كده، كانوا يجيبوا خروف. لما يجي الكاهن يقدم الذبيحة بتبقى على المذبح، بس الكاهن بيبقى ايه؟ بيبقى واقف. السيد المسيح له المجد هو الكاهن وهو رئيس الكهنة، فلازم يبقى هو الكاهن وهو الذبيحة في نفس الوقت. طب ينام ولا يقف؟ ما هو ذبيحة لازم ينام، وكاهن لازم يبقى واقف. أصل لازم يتذبح ولازم يبقى واقف، أصل هو الذبيحة وهو نفسه الكاهن. فتتعمل ازاي دي؟ على الصليب هو الذبيحة وبرضه هو واقف، هو الايه؟ هو الكاهن اللي بيقدم نفسه ذبيحة. سبب كمان ان لازم رأسه ما تنفصلش عن جسده.
لأن زي ما قلت لكم لو مات بحد السيف كان الرأس ينفصل عن عن الجسد. المسيح اختار موتة الرأس لا تنفصل عن الجسد. اشمعنى يا رب؟ أصل المسيح هو رأس الكنيسة، والكنيسة هي جسد المسيح، والرأس والجسد متحدين مع بعض. المسيح متحد بكنيسته، حتى في موته لم ينفصل عن كنيسته. الرأس والجسد متحدين مع بعض. كمان على الصليب المسيح فتح حضنه للعالم كله. المسيح لو مات مخنوق أو مات برصاصة أو مات بالسيف كان هيفتح حضنه كده الفتحة دي ويقول للعالم كله تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. هتريحنا إزاي يا رب؟ دم ده هيريحكم. فالمسيح وهو على الصليب فاتح حضنه للعالم كله. كمان الصليب علامة مصالحة بين السماء والأرض. الفكرة ان كانت السماء متخاصمة مع الأرض. لما أبونا آدم أخطأ زمان كانت السماء متخاصمة على الأرض في مكان في حتة والسماء في حتة. طب عايزين حد يصالح السمائيين مع الأرضيين. بنقول على المسيح كده صالح السمائيين مع الأرضيين. طب عشان يصالح السماء والأرض يقعد فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ يقول لك في النص. فالمسيح له المجد كان متعلق في الهواء، والهواء هو اللي بين السماء والأرض. فلما المسيح متعلق في الهواء كده بين السماء والأرض وكأنه بيصالح السمائيين بالأرضيين. كمان على الصليب اختار الصليب عشان يشيل اللعنة بتاعتنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. اللي يتعلق على خشبة يبقى ملعون. وطبعا لما أبونا آدم أخطأ ومن حواء أخطأت والحية خلتهم يخطئوا، ربنا ساعتها لعن وحكم على البشرية باللعنة. مين يحمل اللعنة عننا؟ احنا كبشرية كنا حاملين لهذه اللعنة. مين يحمل اللعنة عننا؟ يحملها المسيح له المجد وهو على الصليب، اللي صار لعنة من أجلنا. صار لعنة على الصليب من أجلنا، لأنه قال كده ملعون كل من يعلق على خشب. كمان بالصليب فيها علانية قدام كل الناس. يعني ايه؟ يعني لو الرومان خدوا المسيح في أوضة وضربوه بالرصاص وقع واتدفن محدش شاف حاجة، اجي بعد كده احكي لك انا على ان المسيح مات وقام، تقول لي انت شفته؟ يقول لك لا حكوا لي ان هم موتوه، خدوه جوه وموتوه. طب انت ما شفتش حاجة. لكن لما يتعلق قدام الجميع، البشرية كلها الارض والسماء شايفينه وهو بيقدم نفسه ذبيحة وهو بيموت، والبشرية كلها بعد كده شافته وهو بيقوم. فالصليب فيه علانية للكل. أما حتة إن هو يموت في أوضة كده على جنب دي ما كانش هيبقى فيها العلانية. التلاميذ شافوه وهو بيموت، عشان بعد كده لما يبشروا يقول لك إحنا شفناه وهو بيموت وإحنا شفناه وهو بيقوم. لكن لو على جنب كده ما كانوش شافوه. فالصليب فيه علانية. كمان الصليب فيه تحقيق للنبوات، نبوات العهد القديم. لما بقى يقول لك ثقبوا يدي ورجلي. طب ما ثقبوا يدي ورجلي دي مش هتحصل غير في الصليب، ان يثقب في الصليب. احصوا كل عظامي على لباسي يقترعونه. يقول لك احصي مع اسمه ينصلب بالصين. فالنبوات تحققت في الصليب. حاجه كمان انه كان من خشب. الصليب مصنوع منين؟ من الخشب. والخشب جاي منين؟ من شجر. ايه مشكله الشجر بقى؟ أتاري إن سبب مشكلة البشرية الأولانية كانت إيه؟ شجرة. وسبب خلاص البشرية بعد كده كان على إيه؟ على شجرة. فبشجرة واحدة كل اللعنة جت للبشرية، شجرة معرفة الخير والشر. وبشجرة تانية كان خلاص البشرية لها شجرة الصليب وبدم المسيح له المجد. آخر حاجة بقى إن الصليب زي ما قلت لكم كان في الهواء. كان في الهوى دي معناها انه بيصالح السمائيين والارضيين، وكان في الهوى انه بينتصر على الشيطان، لان الشيطان مكتوب عنه انه هو رئيس سلطان الهواء. رئيس سلطان الهواء. الشيطان بيسمى كده رئيس سلطان الهواء. فعلى الصليب المسيح يتقال عنه انه هو جرد السلاطين واشهرهم ظافرا بالصليب. على الصليب الشيطان المسيح انتصر على الشيطان
ورئيس الهواء، انتصر على الشيطان في الهواء. دي كلها أسباب خلت السيد المسيح ينتصر على الشيطان وينتصر على الخطية ويعطينا فداء. ودي كلها أسباب خلت السيد المسيح يختار علامة الصليب علامة لخلاصنا، وعشان كده احنا بنفتخر بعلامة الصليب. أختم بقى بقصة بسيطة عشان تقول لنا ايه قوة الصليب دي. في ناس برضو مش فاهمة يعني ايه ان انا امسك في ايديا الصليب كده، يخاف منه الشيطان. في قصة رمزية يعني. القصة بتقول ان كان في ولد ابوه جزار، ففتحين محل جزارة. الراجل الكبير الجزار الكبير تعب، فمين اللي شغال؟ الابن الصغير شغال في المحل الجزارة بتاع ابوه. الابن كل يوم يفتح المحل يجيب اللحمة ويعلقها عشان يبيعها. ففي كلب مستقصده، أول ما يعلق اللحمة الكلب يبص يهوهو يجري عليه، هوب يهبش في اللحمة يبوظ له الدنيا. فالواد راح لأبوه قال له يابا أنا كل ما بعلق اللحمة في كلب بيجي يهبش في اللحمة وبوظ لنا الدنيا. قال له طيب أنا هجي لك بكرة يا ابني. الراجل الكبير بقى راح الصبح واخد معاه شومة كبيرة كده، خشبة شومة من الخشب كده، واخدها معاه على اساس اول ما يجي الكلب يضرب. وفعلا فتح المحل علق اللحمة، الكلب بصلها حب يهجم عليه، وفعلا هجم عليه. اول ما جه هجم عليه كان الراجل الكبير بقى معاه الشومة دي، وهاتك يا ضرب ادى الكلب علقة بالشومة لما يعني سواه. بالشومة اداله علقة لما سواه. الكلب خاف وهرب وجري. تاني يوم الراجل راح المحل وابوه الولد راح وابوه معاه، فتح المحل علق اللحمة، الكلب بص من بعيد حب يهجم على على اللحمة. المرة دي بقى راح الراجل بيطلع الشومة وحطها قدام المحل كده. اول ما الكلب بص على الشومة عمل جري. انت جريت ليه؟ لما اصل هي دي اللي انا لسه يعني جسمي متعلم من امبارح منها دي. فخاف وجري. فالاب قال لابنه ما تخافش من هنا ورايح، انت كل يوم تفتح المحل وتجيب الشومة دي تحطها قدام المحل، هيجي الكلب يبص على اللحمة هيحاول يهجم عليها، بس هيبص على الشومة هيجري، لانه عارف ان الشومة دي اتضرب بيها قبل كده. فهمتوا المثل؟ السيد المسيح له المجد على الصليب انتصر على الشيطان، والشيطان خد علقة تماما بالصليب او على الصليب. فانا لما بمسك الصليب يجي الشيطان يهجم عليا يروح مطلع له ده، يفتكر بقى؟ يفتكر العلقة اللي خدها زمان، فعشان كده يخاف ويجري. وتشوفوا بعض الاباء المباركين اللي عندهم نعمه اخراج شياطين، اول ما يجي يخرج الشياطين يقول له اخرج، يقول مش خارج يا ابني اخرج مش خارج، يقول له طب استنى بقى، يروح مطلع له الصليب يحط له لا بلاش ده بلاش ده. بلاش ده؟ اصل ده الشومه اللي اتضرب بيها زمان. فهمتوا المعنى؟ عشان كده احنا بنفتخر بالصليب، وبولس الرسول بيقول لنا حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.